السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بكرة خلاص. حبيت ان انا اعمل معاكم حالة جميل كده تعملوه وتجربوه بطريقتي. هعمل معاكم الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة وبسيطة، هتكون معاكم بكرة على سفرة رمضان ان شاء الله، وتجربوها بنفس طريقتي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، وطبعا زي ما انتم شايفين الشكل جميل والطعم كمان انا بقول لكم ان كان جميل، واللي جربه واللي داقه كله شكر فيه، وبألف هنا وشفا للي كل منه. هابدأ إن أنا أقول لكم على الطريقة، بس طبعًا زي ما عودتكم وعودتوني ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك كتير وشير كتير، ونخش على الطريقة على طول. معايا نص كيلو من الكنافة، طبعًا كنت جايباه قبلها بيوم وحاطاه في الفريزر. هابدأ إن أنا أطلّعه كده وأفركه بالطريقة دي، تقدري تحطيه في الكبة بتاعتِك عادي وتطحنيه. طبعًا أنا حطيته كده وفركته كويس لحد ما وصلته للشكل اللي أنتم شايفينه ده، ناعم جدًا وبسيط. وهابدأ أضيف المكونات بتاعتي عليه. هاحط معلقة كده من السكر، ودي اختياري، بس طبعًا هي بتبقى جميلة وبتخلّي طعم شكل الكنافة جميل، وبتدّيها لون كده في التسوية جميل ومكرمل كده. وبتدّيها كمان اللون الدهبي، وبتساعدنا كمان في التسوية إن هي تكون كلّها موحّدة بتاع صينية الكنافة. هابدأ أقلّبها فيها وأبدأ أحط السمنة بتاعتي. مقدار السمنة بتاعي للنُص كيلو كنافة مَج من السمنة البلدي، أو سمنة على زيت زي ما أنتِ حابة تحطّي حُطّي. هاحط عليهم معلقة من بودرة الزعفران كده وأقلّبهم كويس، علشان بودرة الزعفران بيدّي لون جميل، ودي طبعًا اختياري تقدري إن أنتِ تستغني عنّها برضه. هابدأ أضيف معاكم السمنة كده على الكنافة أهوًا. السمنة بتاعتي تكون يعني سايحة أو تكون دافية برضه بتكون أفضل. وهاقلّب كل الكمية كده في الكنافة. بُصّوا، لحد ما إيه، عشان خاطر ما يبقاش في تكتُّلات. المعلقة طبعًا ما ساعدتنيش، هابدأ إن أنا أعمل بإيدي أهوًا علشان ما يبقاش في أي تكتُّلات تضايقني وأنا بافرد الكنافة في الصينية. أهو ما شاء الله، حتى لونها دلوقتي شايفين البودرة بتاع الزعفران ادّت لون حلو إزاي للكنافة. وهابدأ أعمل معاكم الكريمة، كوبايتين من اللبن، عليهم معلقة من السكر ودي اختياري، وطبعًا معلقتين من النشا. ونقدر نستبدل النشا ده بكاستر أو أو سوري قشطة. كده، ونقلّب كل المكونات على البارد، وبعدين نرفعهم على النار لحد ما يتجانسوا مع بعض ويطلعوا لنا مهلبية جميلة وناعمة وكريمية كده، حاجة كده جميلة أوي وسهلة وبسيطة. وهابدأ أقلّب كل الكمية معاكم كده أهو. هاحط عليهم ظرف من الفانيليا بيخلّي ريحتها جميلة جدًا، جدًا، ويعني بصراحة بتبقى كريمي كده برضه. وطعم ريحة الفانيليا بتخلّي ليها ريحة لطيفة أوي كده وأنتِ بتاكلي الكنافة. وهابدأ إن أنا أحُط معاكم الكنافة في الصينية أهو. معايا الصينية بتاعتي هابدأ أضيف نُص الكمية بتاع الكنافة معاكم، وهافردها كده كويس، وكمان هادمجهم كويس، وهاكبسها كويس في قلب الصينية زي ما أنتم شايفين كده. وأي كُتل معايا هاعملها كده هافردها أهو. وهاجيب صينية تاني صغيرة أصغر منها وهاضغط بيها برضه علشان أتأكد إن هي اتضبطت في قلب الصينية من تحت، وكمان اتسوِّت معايا كده، وكمان علشان ما تطلعش مفتتة. هابدأ أضيف عليها الكريمة بتاعتي كده أهو، وأوزّعها كويس كده. وهابدأ أضيف باقي كمية الكنافة برضه، بس أمّا أوزّع الكريمة بتاعتي أو المهلبية بتاعتي. وتقدروا تضيفوا على المهلبية ديًا قشطة بتدّي طعم جميل أوي، لو أنتِ عندِك قشطة ضيفي. وهابدأ أضيف باقي كمية الكنافة كده برضه وأكبسها كويس جدًا وأفردها. وأكبسها بطريقة برضه كويسة، ما اخلّيش حروف خالص ولا أخلّي أي حاجة على حرف الصينية، كده زي ما أنتم شايفين. وهابدأ إن أنا أدخّلها الفرن وأفتح عليها من تحت ومن فوق علشان تاخد الوش من تحت ومن فوق. وطلعت معايا زي ما أنتم شايفين كده باللون الجميل ده واللون اللطيف ده. وهابدأ أضيف عليها السيرم بتاعي. طبعًا السيرم زي ما أنتم عارفين كلنا بنعرف نعمله، كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة، عليهم عصرة ليمونة ورشة فانيليا، ونسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة، ونبدأ إن إحنا نضيفهم على الكنافة. طبعًا نبرّده الأول، شربات الكنافة بيبقى بارد جدًا. وأهو زي ما أنتم شُفتوا ضِفت الشربات، وهابدأ إن أنا أغطّيها شوية عشان أسيبها تطرى كده علشان ما تبقاش ناشفة معايا. وهاقلبها معايا في صينية تانية كده، وهيطلع نفس اللون من تحت ومن فوق، حاجة كده جميلة جدًا ما شاء الله عليها أهو، زي ما أنتم شايفين كده. وهابدأ إن أنا أزيّنها معاكم وأقطّعها معاكم.
ما شاء الله كان الطعم جميل والشكل جميل، وهتشوفوا دلوقتي كمان لمّا نقطّعها شكلها عامل إزاي، ما شاء الله حاجة خرافة. إن شاء الله تجرّبوها بنفس الطريقة وتكون معاكم بُكرة على سفرة رمضان إن شاء الله، وتحلّوا بيها كده حَلا لطيف. أهو هابدأ أزيّنها معاكم بالفستق، وتقدروا تبدّلوا الفستق ده بسوداني أو أي مكسّرات أو تقطّعوها كده هي برضه مش هتبقى جميلة مش هتقول لكم لأ. شايفين الشكل عامل إزاي، ما شاء الله عليها، حاجة سهلة وبسيطة خالص. هابدأ برضه إن أنا أضيف عليها سيرم كده، شايفين شكلها عامل إزاي والكريمة من جوّه عاملة إزاي واللون جميل إزاي، أحسن من اللي بنشتريها من برّه يعني بمراحل والطعم جميل وحاجة كده مضمونة وعارفة هي معمولة إزاي. شايفين شكلها بقى عاملة إزاي ما شاء الله الله أكبر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم طبعًا ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، وطبعًا زي ما عودتكم كومنت جميل كده أشوف فيه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم.